مساء الخير. دي ارباحي من بيع المنتجات الرقميه 15487 جنيه و150 دولار. وعايز اقول لك ان كل ده كان حصل بس في خلال 14 يوم. لكن انا جاي اقول لك على حاجه والله العظيم بتعمل دخل كبير جدا جدا جدا. انت لو ستارت اب او لسه مبتدئ، طب متشتت مش عارف تبدا منين، لكن تعالى كده نبص مع بعض. 80 دولار، 99 69 دولار، طبعا كورسات على PDF، على كتب، على قوالب جاهزه، تمبلتس على كانفا، الكلام ده كله. كل ده انا بعته ببساطه. وعايز اقول لك ان انا عملت ال 150 دولار ده في 3 مايو من الساعه 12 و30 دقيقه للساعه 4 و7، يعني الموضوع في خلال 3 4 ساعات. 150 دولار انا بكلمك فعلا في موضوع بيعمل دخل، وانا واحد من الناس شغال فيه. والنهارده انا جاي اشرح لك ازاي فعلا بشكل عملي تعمل اعلان تصرف فيه دولار يجي لك 100 دولار، وانا واثق من اللي بقوله لك. خلينا كده نشوف الاول الزيارات والحاجات دي كلها. انا اجمالي الطلبات 97 طلب، يعني 97 واحد اشترى مني. اجمالي العملاء 138. اجمالي الزيارات 2400. ده معدل قوي جدا جدا جدا. طيب عندك هنا من مصر زارني 760 واحد المتجر بتاعي. طبعا من الولايات المتحده في ناس طبعا اشتري مني من امريكا وفي اوروبا يعني عامه، حتى هنا في المانيا، وهنا عندك في سوريا وفي تونس وفي الجزائر وفي المغرب، لان كل دول انا بتارجتهم. يعني اول حاجه المنتج الرقمي، منتج مش ملموس، منتج زي الكورسات بتتعب فيه مره واحده بس وتبدا تبيعه على طول. منتج زي مثلا قوالب كانفا او قوالب تخص المصممين او صناع المحتوى او حتى ساوند افكت، او حتى كمان في نفس الوقت انك بتعمل كتاب لنفسك. طبعا احنا هنتكلم مع بعض ازاي تجيب المنتجات دي وكل حاجه بشكل متكامل، لكن خليني اقول لك الاول ازاي ان انت تعمل اعلان فعلا يعمل لك دخل قوي جدا 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 من غير اي مشكله. اول حاجه هنا بيبقى عندك حاجه اسمها مدير الاعلانات، طبعا احنا شرحناها في كورس الانشاء. هنا انت عندك حاجه اسمها الوعي، اللي هو الاويرنس، اللي هو انت بتعمل حمله هدفها الوعي. دي احنا مش هنحتاجها خالص. الزيارات اللي هي الترافيك، انت بتدخل ناس كتيره جدا لو انت عندك اوفر، وبتبدا ان انت تعرض الخدمه بتاعتك لو في اوفر قوي جدا جدا، ولكن برضو مش هنحتاجها طبعا على الويب سايت. طب الانكيجمنت اللي هو ان انا بعمل حملات هدفها التفاعل. طيب الليد جنريشن او العملاء المحتملون، ان انت هنا برضو مش هتحتاجها، دي تخص الريال استيت او الكورسات. يعني ترويج للتطبيق، اللي هو ان انا بروج للابلكيشن بتاعي، اوكي، لكن انت ما عندكش ابلكيشن، انت هتعملها هنا سيلز، يعني مبيعات بس. انت عايز تشتغل مبيعات بس، مش عايز تعمل اي حاجه تانية خالص. طيب هتعمل ايه؟ قدامك هنا الاختيار الاول، ده اللي احنا هنسمي بيه اسم الحمله الاعلانيه، هنسميه منتجات رقميه، رسائل. اوكي، نيجي هنا على اعدادات الكتالوج، احنا مش هنحتاجها خالص، وركز معايا علشان الموضوع ده مهم جدا. طيب عندك هنا في الميزانيه، لو انت هتعمل حمله اعلانيه، الميزانيه بتاعتك هتكون كذا اعلان، يعني كذا مجموعه اعلانيه. نقول ان المجموعه دي فيها مثلا كرييتيف، فطبعا انت هتحتاج ان انت تشغل، اوكي. لكن لو انت هتعمل ميزانيه المجموعه الاعلانيه هنا او الحمله الاعلانيه، المجموعه الاعلانيه زي ما قلت لك، انما الحمله الاعلانيه انت بتشغل بس اعلان واحد بس، اوكي. طيب الميزانيه اليوميه هتبقى احسن من الحمله كلها. هنعمل الميزانيه اليوميه 180 جنيه بس، مش محتاجين اكتر من. هننزل تحت خلاص كده، احنا مش محتاجين حاجه من الصفحه دي. هتيجي بعدها للصفحه الثانيه. الصفحه دي مهمه جدا جدا جدا. الصفحه دي فيها ايه؟ فيها كل حاجه. هنتارجت مين؟ هيبقى هدف الاعلان كونفرشن ولا هيبقى مسجز بس، يعني هنتواصل مع الناس، ولا هيبقى على المتجر؟ الحاجه الثالثه كمان، الاعلان بتاعنا هيبقى على اي منصه، يعني مثلا على فيسبوك او على انستا. تمام. نيجي هنا على مجموعه الاعلانات، هنكتب برضو منتجات رقميه. طيب نيجي هنا على التحويل اللي هو الكونفرشن، هنقول ان هو هيبقى مسجز، تمام، اللي هو واجهات الرسائل. ركز بقى معايا كده علشان الكلام ده مهم جدا جدا. احنا هنا لما بنعمل كل ده، بنيجي هنا ننزل تحت على التحويل زي ما انت شايف كده، هتنزل، يبقى هو خلاص الهدف بتاعنا مسجز، اوكي. طيب هنا انت بتختار البيج بتاعتك. طبعا احنا شرحنا مع بعض موضوع البيج دي بشكل متكامل، هنقول مثلا ان هي البيج دي، اوكي. طيب هنيجي نقول ان احنا عايزين يتواصل معانا على واتساب. ليه؟ لان الناس دايما بتثق في الواتس، ومفيش حد اساسا بيفتح ماسنجر. ولو انت بتارجت في دول الخليج وفي امريكا او في اوروبا، ما بيفتحوش اساسا ماسنجر. طبعا انت هتحط الرقم بتاع هنا اللي هو هيتواصل من خلاله، لازم يكون واتس بزنس مش واتس عادي. هننزل هنا هنسيبها زي ما هي كده، وهننزل تحت هنا هتلاقي في حاجه اسمها 12 يوليو، اللي هو ايه؟ اللي هو احنا هنبدا نعمل الاعلان النهارده. ما تحطش حاجه اسمها تعيين تاريخ الانتهاء. يعني ايه اصلا تعيين تاريخ الانتهاء؟ يعني انا دلوقتي الحمله بتاعتي انا عايزها مثلا تخلص، نقول مثلا في وقت معين يوم 29، خلاص كده هي هتنتهي يوم 29. لكن انا لما اعمل كده، انا بخلي مرحله الليرنينج تبدا تتعلم بسرعه، تبدا تشتغل. لو الاعلان ناجح، ما ابداش ان انا مثلا ايه اشغله مره ثانيه. نيجي على الجمهور. الجمهور هنا بيقول لك ادفانتج بلس، يعني ايه؟ انت بتعمل اعلان، التارجت بتاعك او التارجت اودينس، انت ما بتعملش اي حاجه، هو الذكاء الاصطناعي هو اللي بيعمل لك الكلام ده، يعني هو اللي بيجيب لك الناس لغايه عندك. بس انت هتصرف كتير جدا في الاول عشان هو يعرف مين هو العميل المثالي بتاعك، فبلاش واقفلها لو انت لسه
مبتدئ. انت هتعمل ايه؟ هتيجي هنا بالمنظر ده، تنزل تحت تقييد معدل، وهتعمل هنا حاجه اسمها تبديل الاعداد. ده معناها ايه؟ ده معناها ان ببساطه كده هتتشال حاجه اسمها الادفانتج بلس. خلينا كده نشوف تاني، طبعا هي لسه شغاله. طيب انا بنشيلها ازاي؟ هقول لك هنا. نيجي هنا على حاجه اسمها الموقع. في مصر لو انت هتارجت مصريين بس، فنصيحه ليك تعمل حاجه اسمها تضمين المدن فقط. ده ليه؟ لان انت كده لو هتارجت مصر كلها انت بتصرف ميزانيه كبيره جدا على الفاضي، فملهاش لازمه. لا انا بتارجت بس المدن زي القاهره، الجيزه، المنصوره، اسكندريه، وهكذا. هننزل تحت هنا، عندك هنا حاجه اسمها العمر. ايه العمر ده؟ اللي هو انت عايز تارجت من سن كام لسن كام. فبشيء بديهي طبعا عندك هنا الجمهور هيبقى من سن 24 سنه لحد سن هنا نقول 35 سنه. وانت قلت العلامه الصح دي اللي هي استخدام اقتراح، انت كده بتقفل الادفانتج بلس، يبقى هو كده اتقفل عندك. يبقى انت كده بتارجت جمهور الذكاء الاصطناعي لسه مش هيقعد يعيد ويشوف مين هو الجمهور بتاعك، فانت مش هتحرق كده بادجت كتير او مش هتحرق ميزانيه كبيره يعني. نيجي هنا بقى على الاستهداف التفصيلي. الاستهداف التفصيلي انا بتارجت مين الناس المهتمه بالمنتجات الرقميه. والله لو انت بتبيع كورسات مثلا اللي بتدخل على يوديمي، بتدخل على منصات التعليم، لو انا بقول ان انا مثلا بتارجت الناس اللي هي محتاجه تمبلتس جاهزه زي كانفا والكلام ده، فانا بتارجت المصممين الجرافيك او حتى الكونتنت كريتور. اوكي، لو انا دلوقتي مثلا عامل كتاب عن التسويق، فهتارجت مين؟ بتوع السوشيال ميديا ماركتنج. الناس دي هي اللي بتشتري مني الكتب دي لانهم عايزين يتعمقوا اكتر في الموضوع ده. انا ببيع مثلا منتجات رقميه جاهزه، طبعا يعني انا موفرها لك اصلا في كورس الملوك عامه. طيب المنتجات دي كلها بتبقى اونلاين بيزنس كامله على بعضها، فانت محتاج مين يشتري منك المنتج ده؟ اول حاجه اي كوميرس ممكن يشتريها منك عادي، بس احنا عايزين الناس فعلا اللي محتاجه ده. هو مين؟ اللي هو عمل حر وظائف. ده واحد عايز يشتغل، او انت ممكن تكون انت اصلا فعلا من الناس دي، اللي هو ايه، انت موظف مثلا او مش لاقي شغل، او حتى عايز اي حاجه تشغلك اونلاين، فانت عايز تشتغل فريلانسر. فالناس دي طبعا بتبقى محتاجه المشروع ده بشكل متكامل. برضو ناس كتيره جدا جدا يعني مثلا ربات المنزل، الناس دي كلها بتبقى محتاجين الخدمه دي بشكل كبير جدا، بحيث ان هم فاضيين وعايزين يعملوا دخل اضافي. تمام، ودي حاجه طبعا مش وحشه. بنيجي هنا نعمل اهتمام عامل حر وظائف، دي برضو مهمه جدا، اللي هو برضو الفريلانسر اللي بيدور على وظيفه، دي مهمه جدا برضو هنضغط عليها. نيجي هنا على اصحاب الشركات التجاريه. ده لو انت والله بتبيع قوالب مخصصه مثلا زي نوشن، زي ترتيب الوقت، المواعيد، كورس، فطبعا هم محتاجينها، اللي هو اصحاب الانشطه التجاريه. لكن انا مش محتاج. المسميات الوظيفيه اللي هو الفريلانسر، طبعا فريلانسر هو شغال اونلاين اصلا، فهو محتاج ان هو سكيلينج يزود دخل. فريلانسر دوت كوم الناس اللي هي بتدور على الخدمات برضو محتاجوها جدا جدا جدا. طيب لغايه هنا هتيجي تعمل ايه؟ في حاجه برضو انت ممكن تسالني عليها، هتقول لي طب ما انا ممكن اتارجت الناس دي، وفعلا هيدخلوا يقولوا لي تفاصيل، ولكن في مشكله كبيره جدا، اللي هو هيجي يقول لي دلوقتي حالا ان انا مش معايا البادجت دي، مش معايا 500، مش معايا $15، مش معايا $30. طب اعمل ايه؟ ابدا بكل بساطه اعمل حاجه اسمها تحديد المزيد. يجب ان يطابق المتسوقون المتفاعلون. يعني ايه؟ يعني الناس اللي بتشتري اونلاين والناس اللي بتتفاعل اونلاين. المتسوقون كده ايه اللي حصل؟ قلت له بعد اذنك انا عايز الناس دي فعلا مهتمين بالحاجه اللي انا بقدمها، بس بشرط تجيب لي ناس عندها القدره الشرائيه، اللي هو المتسوقون المتفاعلون. اكبر غلطه بيقع فيها الميديا باير او اي حد بيعمل اعلانات وبتفشل بسبب الجزئيه دي، ان هو ما بيعملش حاجه اسمها تطابق. طيب يا حبيبي ماشي، انا جبت لك ناس مهتمه، بس ما جبتلكش ناس عندها قدره شرائيه. ما هو ممكن اكون انا مثلا نفسي جدا 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 في حاجه معينه وانا فعلا مهتم بيها، اوكي انت تارجتني صح، بس انا مش معايا البادجت. ايه اللي هيحصل؟ اقول لك لا والله ممكن ما اردش عليك، فاصبح كده ان البيعه مش هتكمل، فاصبح ان انا كده تارجت ناس غلط رغم ان هم مهتمين بالشيء ده. فدي مهمه جدا. طيب هنيجي نعمل ايه تاني؟ هنيجي هنا برضو نقول مسافرون دائمون. يعني ايه؟ يعني الناس اللي بتسافر كتير، الناس دي معاها فلوس كده. سلع فاخره، الناس اللي هي عندها المهتمين بالسلع الفاخره. وركز في السلوكيات، في حاجه ما بين الانترستد والبي هافرز. الانترستد اللي هو المهتم بالشيء ده، البي هافرز اللي هو عنده سلوكيات اصلا، هو بيسافر كتير زي ما انت شايف، هو بيسافر اوريدي، هو عنده السلوكيات دي. انما السلع الفاخره هو مهتم، يعني هو فعلا مهتم بالحاجه الغاليه، بس هل هو بيشتري؟ لا، هو ما عندوش السلوكيات للشراء، هو بس مجرد ان هو مهتم بالحاجات الغاليه. يعني انا مهتم بالفراري، يا فرحتي هشتري انا فراري كده؟ لا طبعا. فاهمني؟ فلا انا هعمل حاجه اسمها مسافرون دائمون. يعني مش عايز برضه اقتل طموحك، بس دي الحقيقه يعني. طيب نيجي نقول مثلا عوده من رحله سفر منذ اسبوعين. كده انت بتقول لي الله، طب ما انا كده تارجت ناس غلط. هقول لك لا، ما هو انت اصلا في البدايه انت متارجت ناس صح، انت جايب ناس فعلا بتدور على الحاجات دي، بس الناس دي بتتطابق ان هم بيسافروا، لان هم عندهم القدره الشرائيه. يعني انت متارجت ناس فعلا مهتمه بالمجال ده او بالخدمه دي،
اللي انت بتبيعها، بس بشرط ان الناس دي عندها القدره الشرائيه بس كده. انت كده بتنقي الزبون بتاعك او الكاستمر بتاعك. اوكي طيب نقول بقى هنا حاجات تانية كتير. يعني عندك هنا مش عارف صفقه اليوم، حاجات كده اللي هو بتاعت التداول. طبعا ربنا يبعدنا عن التداول. يعني موقع ويب، الحاجات دي كلها مهمه، بس انا كده خلاص انا عملت اللي انا عايزه، مش هعمل حاجه تانية. نيجي هنا على اللغات. اكبر مشكله حضرتك بتقع فيها انك بتسيب اللغات. لا ما تسيبش اللغات، اعملها عربيه بس. لو بتارجت الجمهور الخليجي ده كده هيجي لك افغانستان، بنجلاديش، هيجي لك ناس اصلا انت عمرك ما كنت سمعت عنهم. فلا انا عايز اتارجت اللي من المدينه نفسهم. فانا هعمل ايه؟ اكتب العربيه بس كده. انا يا سيدي كده وصلت للجمهور اللي انا عايزه، خلاص كده. هعمل ايه بقى؟ عندك هنا في المواضيع دي كارثه كبيره جدا للاسف. الشباب بتسيب الموضوع ده كده يعني بالادفنتج شغال كده وخلاص على الله حكايته. لا ده غلط. فقط عند الاتصال بشبكه واي فاي. نفترض يا سيدي ان انا قاعد عندي باقه وقاعد مثلا دلوقتي في الشارع، قاعد في كافيه، قاعد في اي مكان ايا كان، هل انا ههتم للاعلان بتاعك؟ لا انا عمال اعمل سكرول سكرول سكرول. فانت خليك دايما ذكي. المايند سيت مهمه جدا ان انت تغير اصلا فكرتك عشان خاطر تعرف الجمهور بتاعك ده بيشتري ازاي وبيعمل ايه وبيكون قاعد فين. فانت حط نفسك دايما مكان العميل. هل وانت قاعد في الشارع هتهتم المنتج؟ لا. فانا هضغط هنا بس يكون هو قاعد في مكان مستقر فيه. وللاسف التركايه دي ناس كتير جدا مش هتقول لك عليها. الحمد لله انا بقالي 7 سنين في المجال ده وعارف انا بقول لك ايه. عارف ان انا بدي لك الحاجه فعلا اللي بتعمل مبيعات بما يرضي الله. طيب نيجي هنا على المنصات. اول حاجه هنا لو انت سبتها كده انت مش هتجيب مبيعات يا ريس، او هتجيب مبيعات قليل جدا وهتصرف كتير جدا. طيب تعمل ايه؟ هتشيل الماسنجر. لان اصلا في ميتا بتحسب ان ماسنجر، وهي شايفه ان ماسنجر هو ابلكيشن من ضمن الابلكيشنات زي انستا زي فيسبوك. فانت شيل خالص. لان مش منطق ان انا فاتح ماسنجر ومفيش حد اصلا بيفتح ماسنجر، قليل جدا جدا تلاقيه فاتح مثلا. هل لما يشوف اعلانك هينجذب ليك؟ لا طبعا، قليل جدا. عشان اعرف اجيب العميل بتاعي لازم اشيل دي كمان. يعني ايه اودينس نتورك؟ اللي هو مثلا تتخيل انت قاعد تلعب لعبه، اوكي؟ هل من المنطق ان انت وانت بتتفرج على مسلسل ولا لعبه ولا ايا كان هتهتم بالاعلان بتاعي؟ لا طبعا. مش هتعمل ايه حتى لو انت مهتم بالمنتج، مهتم باللعبه، مسحول معاها اساسا. نيجي هنا على المنصات فيسبوك وانستجرام. في برضه هنا حاجه مهمه جدا لازم تعرفها. اشعارات الفيسبوك. تتخيل انت جاي لك اشعار من الفيسبوك اكن مثلا حد علق لك، بس جاي لك على شكل اعلان. هل هيفيدك؟ لا طبعا. انت بتضيع فلوس على الارض. اصل في ناس كتير تقول لي ايه انت بتدفع بس 180 جنيه ازاي بادجت يا عم؟ هقول لك علشان خاطر انا بعمل التريكات دي. التريكات دي فعلا بتخليني ادفع فلوس قليله بس بشرط ان انا بعرف اجيب الجمهور اللي انا عايزه. تمام كل ده خلاص كده تمام. انا بعمل ايه بعد كده؟ باجي هنا حاجه خالص بقى اللي هو خلاص كده. دي بقى اللي هو الكرييتيف، اللي هو اهم حاجه في الاعلان. خلاص احنا عملنا دلوقتي وعرفنا مين هو اصلا العميل بتاعنا. احنا بقى عايزين نعرف احنا هنحط ايه. يعني صوره، فيديو، هنحط بوست عادي، هنعمل ايه؟ طيب اسم الاعلان هنا اي حاجه، المهم ان انت تفتكر بس اسم الكامبين يعني. تمام علشان خاطر تبقى تستخدمها بعد كده ان شاء الله لما تيجي. نيجي هنا على الهويه. هل الهويه دي يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي لما تيجي تنزل الكامبين بتاعتك فطبعا هو بيختار اي نوع من انواع الحساب بتاعك على انستجرام. فانت بتقول للحساب بتاعي انشاء الاعلان. في حاجه اسمها دارك بوست وفي حاجه اسمها بوست موجود بالفعل عندي في الاكونت. طيب ايه الافضل فيهم؟ يعني انا لو جيت عملت الاعلان بتاعي والاعلان ده هو من المفترض ان هو موجود عندي، وفي كمان نوع من الاعلان ان انا دلوقتي هجيب بوست مش موجود خالص على الصفحه بس اللي هيشوفه بس الناس اللي شافت الاعلان بتاعي. ايه الاحسن فيهم؟ انا شايف الدارك بوست. ان انا اعمل اعلان البوست ده مش موجود اصلا عندي على الصفحه خالص. ليه بقى؟ هقول لك ليه. لان انا دلوقتي لما اجي اعمل اعلان، سواء انت دلوقتي بتعمل اعلان حاليا تمام وانت عندك مثلا خصم معين، او عايز مثلا تسعر المنتج بتاعك مثلا في الكويت برقم معين، في السعوديه برقم معين، في مصر برقم معين، هل من المنطق ان انت هتحط بوست الناس كلها شايفاها على الصفحه؟ لا طبعا. انت كده هتبيع بالدولار بس. لا انا عايز ابيع مثلا في الكويت ب 20 دينار، في السعوديه ب 30 ريال، في مصر ب 500 جنيه كده. فانت لازم تعمل دارك بوست. دي مفيده جدا للموضوع ده. طيب الموضوع الاهم من كل ده كمان ان انت مش بس هتعمل كده، لا انت كمان لما تيجي مثلا تقفل الاعلان وتفتحه او تعمل اي ابديت او اديت في الكامبين بتاعك، اللي بيحصل ان حضرتك دلوقتي لما بتقفل الاعلان وبتفتحه تحت اي مسمى بقى ابديت ايا كان، اللي بيحصل ان الاعلان اصلا الريتش اللي عليه بيختفي خالص. فاللي بيحصل ايه؟ مشكله كبيره جدا ان انت لسه هتعيد من اول وجديد. الناس مش هتتحمس. لكن لو في لايكس، في كومنت، في شير، فده مهم جدا جدا علشان خاطر الناس بتحب الزحمه. فلما يلاقي كومنتس كتير الموضوع هيبقى حلو جدا معاك. هنيجي نعمل ايه؟ هنيجي نعمل حاجه اسمها فليكسيبل. يعني ايه فليكسيبل؟ يعني انا دلوقتي لما انزل الصوره بتاعتي او الفيديو بتاعي ان انا هعمل 10 فيديوهات مع بعض. حلاوتها بقى في ايه؟ ان انا ممكن احط 10 صور، 10 فيديوهات، 5 فيديوهات، فيديوهين، فيديو واحد، ايا كان عادي براحتك. بس
انا بصراحه شايفها من وجهه نظري جميله جدا، وبتغنيني عن الاي بي تيستنج. ليه؟ لان انا دلوقتي لما باجي اعمل اعلان عايز اضمن ان الاعلان ده ينجح، فانا مش هروح احط فيديو واحد وبعدها اروح احط فيديو تاني في ادسيت تانيه علشان خاطر اعرف او اضمن المبيعات بتاعتي بشكل متكامل. اي فيهم كرييتيف بينجح. دي ليها مميزات طبعا، ولكن انا مش عايز احرق بادجت كتير. انا على ال 180 جنيه دول هحط 10 فيديوهات، وهيبدا فيسبوك او ميتا بشكل متكامل تبدا ان هي تشوف ايه اكتر فيديو بيتفاعل مع الناس، او فعلا وصل لعمليه السي تي اي، او وصل لعمليه ان الناس فعلا دخلت اتكلمت. هو بيبدا ان هو يختبر ال10 فيديوهات او الفيديوهين او الثلاث فيديوهات اللي معاك، وبتبدا تقول لك ان الفيديو ده خلاص كده، الفيديو ده كويس جدا، وتبدا مثبته الفيديو ده. بس العيوب اللي في الموضوع ان انت ما بتعرفش اي فيديو فيهم ناجح عندك. دي مشكله كبيره، لكن برضو انا شايفها مش مشكله طالما الدنيا شغاله معاك خلاص. انا شايفها كفليكسبل كويس جدا جدا ان ميتا بتختبر الفيديوهات وبتعرف ايه الفيديوهات اللي بتنفع اكتر مع الناس او ملائمه مع الناس، بحيث ان هي تبدا مثبته الفيديو ده او الصوره دي. تمام، صوره او فيديو واحد ان هو خلاص صوره عاديه جدا. تنسيق دوار اللي هو الكاروسيل، يعني انا بحط مثلا شوف دايما في انستجرام انت بتشوف صور متتاليه، فدي اسمها كاروسيل. بقى في حاجه اسمها اعلانات من معلنين متعددين، يمكن ان تظهر اعلاناتك جنبا الى جنب. يعني تتخيل كده انت قاعد شايف فيديو جنبك وهنا فيديو وهنا فيديو وهنا فيديو، ثلاث فيديوهات جنب بعض، فانت بقى بتختار تشوف اي فيديو فيهم من الاعلانات دي. لا طبعا مش تنفع خالص. انا عايز الاعلان يجي بشكل منفرد كده للعميل، علشان خاطر يكون ذهنه صافي جدا، يشوف ان الاعلان ده هو بس الخيار المثالي قدامه. اوكي، عندك هنا في الوسائط، ايوه دي مهمه جدا 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 جدا، وركز معايا علشان خاطر اهم حاجه في الاعلان هو الكرييتيف. الكرييتيف طالما صح، الكرييتيف ده يعني ايه؟ يعني الفيديو، يعني الكوبي اللي انت هتكتبه اللي هو الكابشن، يعني العنوان، يعني عندك هنا اللي هو البرايمري، يعني عندك كمان الوصف الديسكريبشن. فالكلام ده كله مهم. يعني انت لما تكتب له ضمان، الحاجات دي كلها طبعا بتبقى مهمه. لما تعمل كابشن مهم جدا جدا جدا، مهم جدا 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 تعرف اصلا انت هتكتب ايه، فاهم؟ فالكوبي ده مهم جدا. طبعا الفتره دي اصلا نازله بشكل فري وموجوده في كورس الملوك اساسا. تمام، فطبعا الشباب اللي موجوده في الكورس هم عارفين انا بقول ايه، فانت لو لسه مش عارف انا بقول ايه وجاي من اليوتيوب، فطبعا الموضوع هيبقى ممكن يكون صعب شويه عليك. لكن لو موجود في الكورس معانا انت 100% اساسا هتكون فاهم انا بقول ايه اساسا. تمام، هنيجي هنا على اضافه مقطع فيديو. نيجي هنا نعمل كده، انت هنا بتختار الفيديوهات لو انت عندك اوكي اصلا فيديوهات موجوده على الحساب الاعلان لو انت عملت اعلانات قبل كده. لكن نقول ان انت لسه ما عملتش ولا اعلان، هتيجي هنا على تحميل. طبعا هيكون عندك الفيديو بتاعك، بتيجي هنا بتختار الفيديو وبعدها بتعمل اوبن. طبعا انا يعني حاطط الكلام ده في الديسكربشن في المنصه عندي. اوكي، لو انت هنا في المنصه تطلق فيديوز تبدا ان انت تستخدمها وتبدا ان انت تعمل اعلانات بدل ما تتعب نفسك ولسه هتروح مش عارف تعمل ايه وايه. موجود عندك الفيديوهات كلها. طيب، علشان خاطر تبدا تعمل اعلانات وتعمل دخل باذن الله. هنا هو بيحمل، نفترض ان هو حمل دلوقتي. انا هعمل ايه؟ هختار مثلا الفيديو ده مع الفيديو ده مع الفيديو ده. انا بقى يعني ببدا ان انا احط فيديوهات كتير بحيث ان انا اضمن ان البادجت اللي انا دفعتها على ال10 فيديوهات دي كلها تبدا ميتا تشوف الفيديوهات دي كلها وتعرف ايه الفيديو اللي بيتفاعل مع الناس، وبكده انا خلاص ضمنت المبيعات بتاعتي بشكل متكامل. خلاص انا عملت مثلا 5 فيديوهات، ايه المفروض ان انا اعمله بعد كده؟ حاجه هنا بالشكل ده، تم تحميل الفيديو، خلاص الفيديو اتحمل. بعمل هنا متابعه. بعد ما بعمل متابعه خلاص الفيديو ظهر، بكتب هنا النص الاساسي. طيب، النص الاساسي ده مهم جدا 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 في حاجتين. الحاجه الاولى، العميل لو شاف ان الكلام ده واتشد له قوي وشاف ان فعلا الكلام ده فيه فاليو، فيه قيمه حقيقيه، يدخل يكلم. ممكن كمان تسهل عليه بنسبه 10% ان هو يشتري منك. ده لسه كمان ما كلمكش لسه. وكمان خوارزميات ميتا عامه، او حتى لو انت هتعمل على تيك توك او حتى هتعمل على سناب شات، الكلام ده بيبقى مهم جدا 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 جدا. الكابشن اهم من اي حاجه، علشان خاطر مرحله التعلم اللي هي الليرنينج، هو بيشوف الكابشن برضه، بيشوف الفيديوز بتاعتك انت بتبيع ايه وبتقدم ايه، بحيث ان هو يعرف يوصلك للجمهور المناسب اللي فعلا هيشتري منك. فدي مهم جدا جدا. طيب، علشان برضو ما عقدش عليك الامر، طبعا انا علمتك الاي اي دي اي، وعلمتك كمان الاس بي اي ان، وعلمتك كمان كذا استراتيجي زي يس ليدر والحاجات دي كلها. فانت ممكن تعمل ده بنفسك، لكن انا مجهز لك كاستم جي بي تي برضو موجود تحت في المنصه، هيعمل لك كل الكلام ده. انت مش محتاج حاجه اصلا، سواء انت هتبيع المنتج الرقمي اللي هو تخصص الجرافيك ديزاين، او حتى تخصص البيزنس كامل، المنتجات الكبيره جدا اللي انا بعتها لك. اوكي، فدي مهمه جدا جدا جدا. نقول بقى هنا ان احنا خلاص عملنا كل الكلام ده وحطينا الدردشه وحطينا الوصف، شيل دي خالص ما تعملهاش. اوكي، في حاجه برضو مهمه جدا، حاول تختبر كذا كابشن، يعني مش كابشن واحد بس. يعني هنا مثلا النص الاساسي انت هتحط نص تاني ونص تالت ونص رابع ونص خامس، انت معاك لحد 5 مرات
هتحط فيها الكابشن. تمام؟ يعني نص هنا بيتكلم مثلا بصيغه الاي اي دي اي، اوكي؟ النص ده بيتكلم بصيغه اس بي اي ان. النص الثالث بيتكلم بصيغه ضمان، عادي جدا. دي بصيغه مثلا السعر. انت بتحاول ان انت برضو تحط كذا حاجه بحيث برضو ان ميتا تبدا تشوف ايه الكابشن المناسب مع الناس، وبيتفاعلوا مع الناس، وبيوقفوا فعلا الريلز او الاعلان بتاعك، او حتى لو كان صوره يبدا يوقف الاعلان علشان خاطر يفضل يقرا. تمام؟ فالقراءه دي مهمه جدا جدا. هو كده اتشد للاعلان بتاعك. برضو الدردشه بتعمل كذا حاجه. يعني مثلا هنا تواصل معنا، ضمان، السعر، مثلا عرض لفتره محدوده، الكلام ده كله. تمام؟ طيب نيجي هنا ننزل تحت. طبعا انا قلت لك ان الحمله دي هدفها رسائل. ممكن تعمل برضو الكامبين بتاعتك، هنتكلم عنها المحاضره الجايه. ان الكامبين دي هتبقى هدفها ان احنا نعمل الكونفرجن. يعني ايه؟ يبقى على الستور على طول مره واحده. بس انا بضمن اكتر ان الرسائل تكون هدفها زي ما انت شايف كده. لو انت بتبيع في مصر او في بلدك عامه تكون رسائل. انما لو انت في مصر مثلا او في دوله ثانيه وعايز تبيع في امريكا، ما تعملوش مسجز يا معلم على طول. اديله الاعلان على طول كونفرجن، هيشتري منك. لو قلت له الحاجه 8 $5، هتلاقي بص زي ما انت شايف عندك كده كميه ناس رهيبه. انما كينج السيستم ده اللي هو المنتجات الرقميه ب $69. وعندك هنا الاي كوميرس بيع المنتجات الرقميه، شاريها مني ب 830 جنيه. عندك هنا محمد مش عارف مين ب 3100 جنيه اشتراها مني. انت لازم تمشي بالاستراتيجي اللي انا قلت لك عليها. نيجي هنا احنا هنعمل ايه تاني؟ هنخش على اخر حاجه خالص بقى، اللي هو انشاء قالب جديد، اللي هو التمبلتس اللي انت هتعملها. طبعا زي ما انت شايف الفيديوهات ظهرت بالمنظر ده. دي كل الفيديوز اللي عندي، تمام، بتظهر بالمنظر ده. احنا هنعمل ايه تاني؟ هنخش هنا على تعديل التمبلتس. هنا عندك النص، طبعا هو هيكلمك بالمنظر ده. هيبقى عندك الواتساب عندك بالمنظر ده. انت هنا بتكتب له النص. بص النص بيظهر هنا عندك. فانت هنا مثلا بتكتب له منتجات قابله للبيع حققت 1000. انت هنا بتشد رجله علشان يبدا يتكلم معاك، علشان يبدا يتواصل معاك. فانت لازم تقول له العائد من القصه كلها ايه؟ ان هو مثلا عايز المنتجات دي عشان خاطر يبيعها. فخلاص انت كده بتوصله للنتيجه النهائيه. افرض ان انت بتبيع منتجات، طيب زي مثلا المصممين الجرافيك، فانت بتقول له مثلا قوالب جاهزه للبيع. تمام؟ عندك هنا رساله جاهزه ممكن تعملها زي هنا كده، بيقول لك هنا مثلا تفاصيل. تمام؟ هو لما بيقول لك هنا تفاصيل خلاص بيبدا الرساله هنا عنده كلمه تفاصيل. فهو مش محتاج ان هو لسه هيقعد يكتب، لان في ناس كسوله. يعني اسمع اللي بقول لك عليه. فهو ظاهر عنده على طول. بيشوف الفيديو بتاعه، بيضغط على واتساب، بيلاقي عنده الكلمه دي تفاصيل، بعدها بيعمل سبميت. خلاص كده هو بعت لك. تمام؟ بتحفظ بقى القالب عشان تحتاجه بعد كده منتجات وخلاص. خلاص كده انت بتعمل ايه بعد كده؟ خلاص انت مش محتاج اي حاجه. بتعمل حاجه اسمها حفظ كده. خلاص اصبح ان كل حاجه عندك شغاله 100%. اصبح كده ان انت عندك سيستم كامل بيبيع من تلقاء نفسه. ان انت عارف انت هتعمل ايه، عارف انت بتعمل اعلان ازاي. وانا حبيت ان انا اعمل المحاضره دي مجانيه علشان خاطر مش بس اثبت لك ان كورس ملوكه من افضل الكورسات، كده كده دي حاجه معروفه. لكن الافضل من ده ان انا فعلا اقول لك ان المنتجات الرقميه بتعمل دخل كبير جدا. واحلى حاجه ان هو منتج اصلا يا رجاله. يعني انت لا بتعيد تصنيعه، ولا كل مره تروح تعمله مره تانية او تشتغل فيه. هو خلاص معاك مره واحده، بتقعد تبيعه مليون مره براحتك. فاهم؟ وناس كتير جدا بتحتاج منتجات رقميه. طيب هو بيقول لك هنا جاري التحقق من تغييرات البرايمري تكست. طبعا عشان احنا لسه ما كتبناش كلام هنا، فانت لازم طبعا زي ما قلت لك انا مجهز لك كاستم جي بي تي بيبدا يساعدك بالذكاء الاصطناعي. تبدا ان انت تقول له هو فاهم كل حاجه، ما تقلقش، قول له بس ابدا بس، وهو هيبدا معاك كل حاجه.